ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد من يوميات ماما مطحون. النهارده عايزه اتكلم معاكم عن حاجتين تقريبا برضو ضد بعض. بهون الحاجات اللي ضد بعض، الحاجه وعكسها. دلوقتي احنا جيل اتربى تربيه صارمه تقريبا من اهله، واخد كل الالتزام وكل الحاجات اللي بالقانون بالظبط زي كتاب ما قال. احترام بقى وتربيه وكل الحاجات الحلوه اللي احنا طالعين عليها الحمد لله يعني. مع الولاد بقى قلنا بقى طلعت لنا موضة التربية الإيجابية، وإنه إحنا لازم، ونفسية الولاد وإنه لازم نراعيها، وإنه الكلام الحلو اللطيف اللي إحنا طبعا كلنا عارفينه. واشتغلنا على نفسنا بعد ما تربينا التربية الصارمة وكل الحاجات. قلنا لا، العيال عشان ما تطلعش متعقدة ولا حاجة، مع إن يعني ما تعقدناش ولا حاجة وطالعين زي الفل الحمد لله. نشتغل عليهم بالتربية الإيجابية. بس إحنا اللي بنتربى تاني تالت. طب احنا اتربينا زمان، ايه اللي يخليني اعيد الموضوع تاني؟ ما خلاص انا خدت المرحله دي قبل كده، شربتها كلها، اعيدها تاني ليه بقى؟ ليه انا بتربى من اول وجديد؟ ليه بحس انه جلطه ثلاثيه الابعاد، ضغط سكر؟ ليه كده؟ ماله الشبشب؟ عاوز اعرف ايه مشكلته، واحنا مش عارفين نسيطر. يعني احنا كان زمان ماما تقول الكلمه ولا تبص البصه كده اللي هو تقعد ثابت مكانك. دلوقتي لا خالص، يعني ممكن كده قلبنا يقف من كتر ما احنا بنهاتي. ولا حياة لمن تنادي. نبقى مثلا يا ولاد كل ولا بتاع ولا اي حاجة، لا مش جعانين. تخرج مثلا انت عند حد، ماما انا جعان، ماما هي ايه ده؟ طبعا تبقى انت قاعد مش في نص هدومك بس، يعني تكاد تكون على الارض هتتشق وتبلعك. يجي مثلا حد يقول لهم طب احط لكم حاجه، احنا نقول لا، حتى لو جعانين ما كنا نقول لا شكرا ومش عايزين وما ينفعش. ايوه احنا جعانين، ما اكلناش. اكلتوش ايه؟ ما انا كنت بجري وراكم علشان تاكلوا لقمه قد كده، مفيش. اول ما نروح عند الناس خلاص. دي اول حاجه. كنا نروح عند الناس زمان نقعد مكاننا ما نتحركش، ولا ننكش في حاجه، ولا نمد ايدينا على حاجه، صوتنا واطي وتقريبا ما بنتكلمش. دلوقتي بقى عارفين السيرك القومي؟ يعني تقريبا اول مره عند حد بيبقى سيرك قومي، تقومي كده تحلقي على العيال زي اللي بيحلق على فراخ مثلا في السيرك، القرود اللي بتتنطط اي حاجه. تبقى انت مش عارف تروح فين وتيجي منين، تكره نفسك، تكره اصلا انك قررت تخرج. فبتبقى انت عايز تقول والله لا احنا يعني كويس والله ومربياهم كويس وقايله لهم وبتاع، لا مفيش الكلام ده، مفيش خالص ولا اي سمعان كلام. في كل الطلبات بتطلب وقتها، كل الحاجات اللي انت قايله عليها لا بتتعمل وقتها، فبتاخديها من قصيرها وما تتحركيش من مكانك تاني. النقيض بقى طبعا زمان بقى، ويعني يقولوا لك الام ولازم وتشيل من بقها عشان ولادها. والله بنضحي وبنعمل على فكره برضو، بس برضو احنا عندنا حته عيالي كده، اللي هو انت مثلا ايه مستنيه بقى العيال يناموا عشان تاكلي كيس الشيبس اللي انت مخبياه، حته الشوكولاته اللي انت مكمراها من الصبح، تشربي لك كده كوبايه حاجه ساقعه في الولاد وهم نايمين. مفيش احنا حته قلب الام في الحته دي بصراحه. وطبعا السناكس والحاجات دي كلها غلط، فنقول لهم ايه بقى الحجه بتاعتنا؟ اصل الحاجات دي غلط عليهم، اصل يعني هياكلوها ازاي؟ انا خايفه عليهم يعيوا ولا يجرى لهم حاجه. فاحنا الموضوع ده متناقضين فيه تماما، بس في الحته دي والله. بس هم العيال اللي مسيطره علينا في كل حاجه. ومش عارفه ده طبعا عيب فينا احنا، هو اكيد عيب فينا احنا مش فيهم هم، لاننا مش عارفين نسيطر، ولا عرفنا نرجع زي زمان زي ما احنا اتربينا وامهاتنا والزغر والمش عارف ايه، ولا عارفين نعيش موضوع التجربه الايجابيه. الموضوع فشل معانا بكل المواضيع. استنى دعمكم، لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في يوم جديد من يوميات ماما مطحونة. باي باي.